بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، مسألة في الربا أيضا، خاصة في تحديد النسبة. كنت أجلس بالأمس القريب مع أحد إخواننا، فبيقول لي أنا عاتي فلوسي لفلان ونصب علي. الكلام بيجيب كلام دون قصد، فمن ضمن الكلام بتاعه بيقول لك هو كان بيديني على الفلوس دي كل شهر 1000 جنيه. فقلت له هل حددت النسبة؟ قال لي هو بيديني 1000 كل شهر. قلت له هذا عين الربا. تحديد النسبة يا جماعة الربا واضح، إنما أنت عطيله الفلوس على سبيل المشاركة. أنت لما اديته الفلوس بقيت شريك له، شريك بأي نسبة بقى، شريك بالنص، شريك بالتلت، شريك بالربع، شريك 10%، حسب ما تتفقوا، يعني حسب الاتفاق. انت شاركته على اي اساس؟ بالربع ماشي، بالنص ماشي، انت بالمال وهو بالمجهود ماشي، انت بالمال وهو بالمال، وهو زايد بالمجهود وبيطلع راتب له او راتب للعمال ماشي. ولكن لا يجوز له ان يحدد لك النسبة، او لا يجوز لك ان تحدد النسبة. تحديد النسبة ربا. تقول لي ده شيخ الشيوخ، اقول لك ربا. تقول لي البنك، اقول لك ربا. طالما تحديد النسبة. تقول لي ده نعاتي لفضيلة الشيخ او للعالم الفلاني او للاستاذ فلان الفلاني او للحج فلان، لا يجوز شرعا لك ان تحدد النسبة. انما دي مشاركة. مشاركة يعني ايه؟ على المكسب والخسارة. ممكن بقى يقول لك ايه؟ انا هديك التلت من المكسب. ركز في الكلام، لان كلام يعني احنا لما بنسمعه بيبقى كلام خطير بالنسبة لنا. ممكن ادي لك التلت من المكسب، او النص من المكسب، او التلات ارباع من المكسب. بمعنى ايه؟ هو بيتاجر وانت عطيله مبلغ من المال، فهو خد المال دون وكسب وليكن مثلا 2000 جنيه. انت متفق على كام؟ متفق على نص المكسب. نص المكسب يبقى هو 1000 وانت 1000. جه الشهر اللي بعده وبعدين كسب 1500 جنيه، اداك 750 وهو خد 750. جه الشهر اللي بعده كسب 3000 جنيه، اداك 1500 وهو خد 1500. يبقى هنا المكسب والخسارة زايد طالع نازل. انما تحديد المكسب لا يجوز شرعا مع اي فئة من الفئات، او مع اي جهة من الجهات، او مع اي تاجر من التجار اللي يحدد لك المكسب. اعرف ان ده ربا صريح. تحديد المكسب ربا. منين؟ من هو انت اطلعت على الغيب؟ هو انت عارف انت هتكسب ايه الشهر الجاي؟ وبعدين انا حددت لك المكسب وانا قاعد بقول لك انا هديك كل شهر 1000 جنيه. 1000 جنيه ما جايز تكسب 10000، يبقى انت خمسة. ما جايز تكسب 15000، يبقى انت 7 ونص وانا 7 ونص. ما جايز ما تكسبش، يبقى انت ضريت نفسك، وده لا يجوز شرعا. لا ضرر ولا ضرار. طيب يا جماعة، هنا يبقى تحديد النسبة لا تجوز شرعا. ادي مسألة. مسألة التانية في بيع العربيات. واحد رايح يشتري عربية من اي مكان بقى، ما يعني الربا يا جماعة مش هيبقى محلل لو جه في ايد شيخ من الشيوخ، او عالم من العلماء، او جهة من الجهات. لا، الربا ربا. الربا اسمه ربا في اي مكان وفي اي زمان وفي اي جهة. طيب، هو رايح يشتري عربية. خلي بالك من المسألة دي، لان مسألة خطيرة ويقع فيها كثير من الناس.
دخل على التاجر او الايجانس او البنك او على اي مكان. على فكرة الشراء من البنك لا يجوز شرعا. البنك مش جهة، مش ما هوش معرض سيارات، لا يجوز شرعا، مش معرض. انما لو البنك عنده معرض ممكن تشتري منه لو توفرت الاسباب الشرعية. طيب انت دخلت على الايجانس او دخلت على معرض السيارات، سلام عليكم وعليكم السلام، بكم العربية دي يا عم الحاج؟ قال لك العربية دي مثلا ب 200,000 جنيه. طيب أنا معايا 100,000، خلي بالك بقى من النقطة دي لأن نقطة حساسة. معايا 100,000 جنيه وعايز على سنة، عايزك تبقى لي ال100 التانيين على سنة، يبقوا كام؟ خلي بالك من الصورة الربوية. قال لك يبقى ال100,000 هيبقوا 120,000. ده يعني متعاطف معاك اللي يخليهم 120,000. او ال100,000 هيبقوا 130,000 او 140,000. يبقى خد فلوس على فلوس. ركز على دي، ما انت قلت له ال100 هم وهيبقى باقي عندي 100، هدفعهم كام؟ قال لك 140,000 على سنة. غلط، صورة ربوية بحتة. انما اني بخش يا عم الحاج ايه والعربية دهيا عايزها على سنة، عايز العربية دي ايه على سنة، وبعد ما اقول له عايزها على سنة معايا 100,000 جنيه هم هدفعهم من العربية. العربية دي واقفة عليا بكام؟ يقول لك العربية دي واقفة عليك ب 240,000 جنيه، هتدفع 100 وهنبقي 140 على سنة. خلي بالك هو قال لك العربية ب 240,000 كلية، مش يقول لك ال50 اخليهم لك 70 او ال100 اخليهم لك 140. لا يجوز. هتقول لي ودنك منين يا جو؟ لا غلط، انا بخش دغري. السلام عليكم وعليكم السلام يا عم الحاج، العربيه دي بكام؟ قال لك ب 200، هاخدها على سنه ومعايا 100,000 جنيه. بكام؟ عجبني ما عجبنيش ما تسيبه واروح تحت الارض. بنفس الصوره انني بتكلم في العربيه، مش بتكلم على فلوس ان انا هبقي له 100,000 وياخد على ال 100,000 فلوس. هذه الصوره يا جماعه صوره ربويه، صوره ربويه، صوره من صور الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما تفرحش انك هتجيب عربية يا عم، ده انا عطلان، ده انا عايز عربية للشغل، ده انا حالي واقف. لا، حالك هيقف اكتر وربنا هيحاربك اكتر من كده. فانت اما تخش على تاجر العربيات او تخش على اي واحد بيبيع سيارات، السلام عليكم وعليكم السلام، العربية دي عجبتني، انا عاوز عربية، انا معايا 100,000 جنيه وعايز عربية على سنة، على سنتين، على سنة ونص، حسب ما تحدد له. يبقى انت بتحدد له يبقى العربية دهيا هتبقى واقفة عليك ب 240,000 جنيه، هتدفع 100، هنبقي 140. ال 140 نخليهم على 12 شهر، شوف يطلع قد ايه. انما تقول له انا هدفع 100 وهبقي 100، تاخدهم كام؟ يبقى خد فلوس على فلوس. ودي صورة من صور الربا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.